ازيكم؟ مين فينا ما بيحبش الحمام المحشي المحمر الجميل اللي انتوا شايفينه ده؟ هقولك على طريقة حلوة وبسيطة تعملي بيها أحلى حمام محشي تقدميه. الرز بتاعه مش معجن، مفلفل متحمر حلو ومش معجن. الرز بصي تحفة الرز من جوه ازاي. هقولك على طريقة بسيطة شوفيها معايا. هنجيب الحمام، هنروح طبعا نجيبه من عند الفراخ دي. هنجيب حمام يكون كده حجمه حلو، ما يكونش صغير قوي. هنغسله بالملح والليمون والجنزبيل والدقيق، هننقعه كده نص ساعه وننضفه ونقول للراجل بتاع الفراخ يورقه لنا، بحيث ان احنا لما نيجي نحشي الرز ما يبقاش مقطوع من جوه. هنعمل الحشوه بتاعتنا، هي المميز بقى في الحشوه بتاعتنا ان هي مش هيكون لونها غامق. انت بتحبي تحمري البصلايه حمريها، بس انا بحب اعملها فاتحه. هنجيب الكبد والقوانص بتاعه الحمام، هنقطعها قطع صغيره. هنجيب طاسة فيها زيت وسمنة، هنشوح الأول الكبد والقوانص بتاعتنا كده، تاخد بس صدمة كده عشان ما تنزلش المية بتاعتها. أنا الثلاث حمات اللي أنا وريتهم لك دول هعمل لهم كوباية ونص رز. وهيفيض كمان، يعني ممكن تعملي كوباية رز، إن إحنا مش هنحشي الحمام قوي عشان ما يفرقعش مننا. حطينا على الكبد والقوانص الحمام عايز بقى بصل كتير كده عشان يبقى حلو. حطي بصلتين كده، هاتي بصلتين حلوين كده في الكبة، افرميهم فرم ناعم وحطيهم على الكبد والقوانص واقعدي شوحي فيهم لحد ما ياخدوا لون بسيط مش غامق. توابلنا هتكون بسيطة في الحمام، ما تحاوليش تزودي التوابل عشان ما تبقاش الرز لونه غامق. هنحط ملح وفلفل وبهارات، وممكن هنزود شوية كمون. الناس اللي بتحب الرز بتاع الحمام يكون لونه غامق، هتحمري الأول البصلاية تبقى قريبة كده من البصل اللي هو بتاع السمك، وتشيليها على جنب، وبعد كده تشوحي الكبد والقوانص ياخدوا صدمه، وبعد كده تنزلي بالبصل عليه، وتبتدي بقى المرحله بتاعت الرز ده هتشويها كمان شويه. لكن انت عايز تعمليها زي ما انا مقدمها لك رز فاتح، خليكي معايا في الطريقه دي. خلاص شوحنا الكبد والقوانص والبصل هياخدوا كده لون كده بسيط، هننزل عليهم بالتوابل وبعد كده هنحط الرز. الرز هنا احنا هنسويه نص سوا عشان لما نيجي نحشي الحمام ما يفرقعش مننا، يعني في ناس بتسويه سوا كامل وفي ناس بتسويه نص تسويه. انا هسويه نص تسويه زي ما انت هتشوفي، وهنحشي بيه الحمام ومش هيفرقع مننا وهيطلع جميل ان شاء الله. حطينا بقى التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل وبهارات، وهزود كمون كمان شويه. الطريقه دي انت ممكن تعملي بيها كمان الفراخ المحشيه. تجيبي كده فرخه محشيه شموت صغيره في حدود 600 700 جرام بالكتير قوي، 500 او 600 حتى كمان، بتوصي عليها وتجيبيها تحشيها زي الحمام، هتبقى جميله جدا برضو. يعني نفس الخلطه دي تنفع للفراخ. شوحي كده كله مع بعض، هننزل بالرز، وهنكون طبعا محضرين الميه مغليه عشان نسويه بيه نص التسويه بتاعتنا. حطينا شويه كمون وهننزل بالرز. قلنا كل حمامية بتاخد المقدار بتاعها الرز ازاي. يعني احنا كنا بنقيس ازاي بقى الرز بتاع الحمام، بناخد بايدك كده كبشة بايدك، يعني يعني تحطي كده الرز في ايدك كبشة لكل حمامة، كبشة رز، او عايزة تعايريها بالكوباية ممكن نص كوباية رز. اللي هيفيد من رز الحمام ممكن تسويه في حلة على جنب كده وتفرشيه تحت الحمام وهو بيتقدم، يعني كده كده هتستفيدي برضو بالرز، حتى لو طلع زيادة مش يعني هتستفيدي بيه وهيتاكل جنب الحمام، هيبقى طعمه حلو قوي. هنحط على الرز بقى شويه ميه مغليين كده عشان يبتدي الرز ياخد نص تسويه، وهنبتدي اوريكي هنتبل ازاي الحمام قبل ما نحشيه. انا بجيب الحمام وبتبله، بحط عليه شويه بصل كده وطماطم، هتشوفي معايا كمان شويه هيبقى طعمه تحفه. لازم يتبل شويه قبل ما يتحشي. شوحي الرز، لازم الرز كله يتخلى، يعني يبقى مغلف بالسمنه والرز والزيت، يبقى كل حبايه فيه كده يعني متغلفه بالسمنه والزيت عشان يطلع مفلفل، ميبقاش معجن. حطي شويه ميه مغليين عشان الرز ياخد سوا مش كامل، مش هنغطي طبعا الرز، يعني دوبك كده حبه كده ايه، يعني يستوي فيهم يعني نص تسويه. طبعا هنسيبه يبرد، يعني استحاله نحشي الحمام باي حشو فراخ باي حشو رز يكون سخن. زي ما انا هحطه في الطبق، يعني واخد نص تسويه زي ما انت شايفه. هنسيبه يبرد خالص وبعد كده هنبتدي نحشي الحمام.
لونه حلو جدا، من اللي واخد من البهارات والكمون. وعايزه تحطي بقى جوز الطيب حطي، عايزه تحطي شويه كبابه صيني، البهارات دي بتاعتك. نيجي بقى لتتبيله الحمام. انا بتبل الحمام طبعا، بنغسل الحمام كويس بالليمون والجنزبيل والدقيق، وننقعه شويه في شويه ملح برده، وطبعا لازم نصفيه من الميه. هنبتدي بقى نتبل الحمام بايه، بشويه نجيب بصلايه وطماطمايه وتبشريهم ناعم او في الكبه، وحطي عليهم شويه ملح وفلفل ودعكيهم كده بايدك، وابتدي تبلي بقى الحمام من جوه ومن بره وبين الجلد، بحيث ان الطعم بتاع لحم الحمام يبقى متبل كده وجميل، ما يبقاش تاكلي كده الحمام ما فيهوش طعم من جوه. لا، انت هنعتمد على التتبيله بتاعته كده من جوه، ودعكي كده وخليه ياخد حقه كده بقى في التتبيله، واعملي له مساج يعني بمعنى اصح. برضو نفس الطريقه دي ممكن تعمليها في الفراخ، وتتبليها كده وتحشيها الرز، ده هيبقى طعمه حلو قوي. حطينا التتبيله على الحمام، وعمالين بقى ندعك فيها ونتبلها، وحطي كده من بين من جوه وتحت الجلد يعني اعملي لهم كده كلهم كده في بعض كده، وغطيهم بستراتش، وسيبيهم في نص ساعه كده يتبلوا لحد ما الرز يبرد عشان نعرف نحشي. خلاص كده بقى حطينا الرز بتاعنا يبرد تحفه، يعني شوفي يعني مستوي هو شويه. هنا بقى احشي زي ما انت عايزه. الاول لو كنا حطينا الرز ني كنا هنخاف ان احنا نحشيه قوي ويفرقع ونلفه في فويل، فعارفه يعني هنكون بنجازف واحنا بنسلقه. فانا هنا بسويه نص تسويه عشان احشي الحماميه تكون محشيه حلو، والرز بتاعها برده هيستوي، مش هيكون معجن ومش هيفرقع مني ان شاء الله، زي ما هتشوفي كمان شويه وانا بسلقه. ببتدي بقى اخد الرز بتاعي، احطه في الحمامه من جوه، واحشي بقى زي ما انا عايزه، يعني ما تحطيش، مش هتخافي ما تخافيش ان انت هيفرقع منك، لا حطي رز. وهتكتفي بقى الرجلين بتوع الفراخ بتوع الحمام زي ما انت هتشوفي معايا كمان شويه. باقي الرز هتحطيه بين الجلد وبين اللحم. هنا اللي انا بعمله بصباعي ده اسمه توريق. ممكن بتاع الفراخ يعملها لك، او انت ممكن تعمليه بالراحه كده تحت الميه، بس ما تقطعيش الجلد عشان تعرفي تحشي الحمام. حطي الرز من الرقبه كده ومن تحت الجلد وظبطيها كده، هتكون شكلها جميل. بس بقى ما تحشيش برضو قوي، يعني واحد يحشي في المتوسط، ان انت لو حشيتي كتير فهيطلع كده يعني ايه برضو شكلها مش حلو. لا، انت احشي كده في المعقول، زي الممبار كده لما بنحشيه ما بنحشوش قوي، يعني بنحشيه في المتوسط. بنكتف الحمام من تحت، وهننضفه من اي رز كده، وعشان لما نيجي نسلقه تبقى الشوربه نضيفه كده وطعمها حلو. دي ممكن كمان تكتفي الجناح ده، ممكن تقلبيه لورا بيبقى شكله حلو قوي، يعني ممكن تقلبي الجناحين لورا هتبقى شكلها جميل برضو في التقديم، زي ما انت تحبي. الرز الباقي ده لو فاض طبعا ايه ممكن تسويه في حله، تكملي له بقى الميه بتاعته وتسويه، وتفرشيه تحت الحمام. بصي بقى شكلها بقى حلو ازاي وممليه، ولسه لما تستوي تبقى شكلها احلى ان شاء الله. حله مغليه على النار فيها ميه، هنحط فيها الحمام. انا حطيت الحله على النار من اول ما بدات. هنا بقى بحط بقى ايه، بحط بصلايه وبحط جزرايه وطماطمايه. التوابل بتاعتي هتبقى ملح وفلفل، وبحط حبهان وورق لورا، يعني حطي التوابل بتاعتك. هنا هنحط الحمام بالراحه جدا، هنحطه على ظهره. ما تحاوليش تملي الحله بتاعت السلق حمام كتير، يا دوبك 3 عشان بس ايه يعني ياخد راحته في السوا وما يخبطوش في بعض ويتفتحوا. حطي كده بالراحه الحمام على ظهره، وسيبيه كده على نار يعني مثلا 10 دقايق يغلي، وبعد كده وطي عليه. هو على الهادي بقى كده هيستوي وهياخد راحته. 10 دقايق يغلي ووطي عليه، ولمده مثلا نص ساعه. الحمام بتاعنا جاهز تحفه. شوفي لونها الشوربه لونها تحفه ازاي. الطماطم دي بتدي لها طعم ولون جميل جدا. الحمام ما فتحش معانا واستوى الحمد لله، والرز ما فتحش مننا. شوفي تحفه ازاي ومستوي، باينه جدا من الرزايه اللي مستويه. هنحمرهم بقى في معلقه سمنه ومعلقه زيت، هيبقى احلى حمام تاكليه، لونه تحفه وجميل، هيشرفك في العزايم. النهارده كنت معاكي مطبخ رانيا. ان شاء الله هعمل لك وصفات كتيره قوي. اشوفك الفيديو جاي ان شاء الله.